انت ليه بتخسر في الشطرنج؟ 3 اخطاء كارثيه بيعملهم المبتدئين والمتوسطين بتخليهم يخسروا الجيم. واول خطأ هو الطلوع بالبيادق بس وعدم انتشار قطع. انت بتطلع بالبيدق، خصمك بيرد عليك بالبيدق في الاي 5. انت بتطلع بالبيدق، هو بيبدأ يطور قطعه عليك. تيجي انت كمان طلع بالبيدق كمان مره، هو بيفرح قطعه. وفي الوضع ده بتكون قطعه اكتف عليك، لان هو مفرح قطعه وانت قطعك كلها لسه ورا، وبيسبق في الهجوم عليك وبيكسبك في الاخر. تمام. تاني غلطة وهي انك تطلع بالعساكر اللي حامية جنب بيت الملك. يعني هو مثلا طلع لك بيدا ليه فوق، انت هترد عليه وتطلع بالبيدا بتاعك، هو هيرد عليك، تيجي انت طالع بالبيدا بتاعك، كده انت طلعت بالعساكر اللي في جنب الملك، فكده هتاخد الشيك ميت وعملت اضعاف للملك بتاعك. فما ينفعش تطلع بالعساكر اللي في جنبية الملك فاول الجيم. تمام. تالت غلطة بتعملها انك تطلع بالوزير بتاعك فاول الجيم. يعني انت بتنتشر، هو بيرد عليك، انت بتطلع بوزيرك فاول الجيم. تمام. هنا انت بتخليه ان هو يفرح قطعه عليك، يعني يطلب وزيرك مثلا فانت ترجع بيه، هيجي هو كمان مفرح قطعه وطالب وزيرك، فهو بيفرح قطعه عليك. فبلاش تطلع بالوزير بتاعك فاول الجيم، واجل الوزير بيطلع في الاخر، او بيطلع بعد ما القطع تبدأ تنتشر على اللوحة. لان انت لو طلعته في اول الجيم هو هيفرح قطعه كلها عليك، وبالتالي هيفضل يرجعهولك اول باول، وهتبوظ انتشارك وهتخسر الجيم في الاخر. بس كده حاول تاخد بالك من الحاجات دي، وان شاء الله هتكسب بسهولة. والسلام عليكم ورحمة الله.